الموضوع. في حاجة مهمة جدا في بداية السنة أنا شخصيا بعملها، إن أجيب ورقة وقلم أو أكتب في أي تطبيق أو في أي نوت كل الأهداف والأمنيات والطموح اللي أنا عايز أحققه في السنة ديت، حتى لو كان كبير أو صغير، حاجة بعيدة عني خالص، أيا كان أنا بكتبه في الورقة ديت. حتى لو حاجة أنا شايفها مش هقدر أحققها في السنة دي، لازم تكتبها، لأن في آخر السنة أنت هترجع تبص على الورقة دي تشوف إيه اللي اتحقق خلال السنة دي. في حاجات كتيرة ممكن تلاقيها اتحققت وانت ما كانش على بالك وانت بتكتبها انها ممكن تتحقق. في اللحظه دي هتحس باحساس الانجاز والرضا، وانك تكون فخور باللي انت عملته في حياتك وفي السنه دي. فده شيء انا بحب اعمله في كل سنه، لان زي ما قلت لكم في اخر السنه بفتح الورقه دي واشوف ايه اللي اتحقق، واشوف الاهداف اللي انا قريب منها كمان وممكن تتحقق في خلال شهور بسيطه. وكمان لما بتشوف الحاجات اللي اتحققت زي ما قلت لكم بيديك رضا ويخليك فخور باللي انت انجزته في السنه دي. فخلي السنه الجايه مش مجرد اهداف تتحقق وتعدي، خليها سنه تغيير فعلي في اسلوب حياتك. ابدا صغير وركز على العادات اللي فيها تحقيق اهدافك الكبيره، وافتكر دايما ان النجاح هو الاستمرار مش الكمال. ده كل اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده، انك تركز على العادات اكتر من انك تركز على الاهداف. ده فكر للتخطيط للسنه الجديده، عادات عايز اكتسبها او عادات عايز امتنع عنها، فحبيت اشارك معاكم الطريقه دي.